ما تبيع للستات يا اخي. كل ما تيجي تفتح مشروع يقول لك مشاريع الستات بتكسب اكتر. بس هل ده صح فعلا؟ مع ان في دراسات كتيره بتقول ان الرجاله بيكسبوا اكتر من الستات، الا ان في الحقيقه 85% من قرارات الشراء الاستهلاكيه بياخدها الستات. يعني تقريبا كل حاجة البيت الترفيهية والأساسية. الستات نادرا ما بيشتروا حاجة لوحدها، دايما بيشتروا مجموعة من الحاجات مع بعض. يعني لو دخلت عندك ست أبشر تأديهم الخير. زائد إنهم أكتر فئة بتبيع بورد اوف ماوث، ودي من أنجح طرق الماركتينج. يعني لو ست اشترت من عندك المنطقة كلها هتعرف. في حاجة الستات بيحبوها اسمها الشوفينج، اللي هو حتى لو مش هشتري هتفرج ويمكن بعد يومين اشتري. الستات ما بيقولوش لا للأوفرز. 74% من الستات اهتموا يبقى في سيل على البرودكت مقارنة بالرجالة. احتياجات الستات كتيرة ومتنوعة، يعني في أسواق خاصة بالستات بس، وده بيخليها أغلى شوية، زي الكوزماتكس، حاجات المحجبات، العناية الصحية كده. يعني ده بيخلي في حاجات كتيرة جديدة يتصرف عليها دايما. الخلاصة إن في أسواق معينة فعلا لو فتحت فيها الستات هتكسبك كتير جدا، يعني على حسب بتبيع إيه وبتبيعه إزاي. وبرضه ممكن تستفاد لو بتبيع حاجات رجالي بس. حاول في بعض إعلاناتك تجيبها من زاوية نسائية، يعني مثلا جوزك هيبقى أشيك واحد كده. يعني لو عايز تعرف أكتر عن الشركات الناشئة، البراندز والديجيتال برودكتس، أنا خالد بهي، تابعني.